القصة ديالي بدات ملي كانت عندي 19 عام، وانا اليوم كنعاودها لكم وانا في الثلاثينات. داز عليها بزاف ديال الوقت. قبل ما نبدا لكم من البدايه ديال القصه غنرجع بكم شويه للور. سنوات قبل ملي كانت عندي 14 و 15 عام، ملي كنت مراهقه، كانوا الناس كيقراو وكيبقاو يتسناو العطله ديال الصيف بفارغ الصبر فوقاش توصل. كاين اللي كيسافر، كاين اللي كيمشي للبحر، كاين اللي كيجلس غير في دارهم وكيرتاح من داك الضغط والسرواجي ديال القرايه، كاين اللي كيمشي للعروبيه وكل واحد اش كيدير. انا كنت كنتسنى غير القرايه، كنقول يا ربي ما توصلش العطله ديال الصيف. غير كيبدا يسخن الحال وكيبانوا لي الناس بداو كيلبسوا التيشيرتات والحوايج خفاف، كيبدا قلبي يتقبض عليا. عارفه العطله ديال الصيف جايه والعذاب الاليم جاي، وداك الشيء اللي مخبيه ليا ما يبغيه لا ربي لا عبدو. المهم كان ديما فوق ما وصل الصيف وشدينا العطله وجلسنا في الدار، كانت كتشدني امي وتجمع لي حويجاتي وتركب بيا وتديني عند واحد الناس كنخدم عندهم الميناج، سخاره. بهذا المعنى كنت كنخدم عندهم خدامه، كنسيق وكنتسخر، وحيت كنت صغيره ديك الساعه ما كانوش كيعطيوني دوك المهام الصعاب والطياب وداك الشيء كاين اللي كيديروا. المهم كنت خدامه سخاره، وانا غنسميها خدامه نيت. ديك الهضره ديال المساعده وهذا الشيء انا ما كنعترفش به، حيت الواقع حاجه والسوشيال ميديا والتلفازه والراديو حاجه. انا خدمت هذاك الشيء سنوات وكانت تسمى خدامه، ما عمر شي واحد قال لي المساعده. هذاك الشيء كله غير نفاق لغوي. ايوا هذوك الناس كانت ديجا امي كتدي لهم اختي الكبيره قبل ما تزوج، كانت كتديها وكتمشي كتخدم عندهم ب6 شهور ب7 شهور ب8 شهور، وكترجع تجلس شويه وعاوتاني كتديها، وكتبقى امي تاخد داك الخلاص ديالها، بحال داكشي اللي كان كيدوزو في المسلسل ديال من دار لدار. وصافي بقات اختي مسكينه هكاك دائما في الشقه وتماره عند الناس، حتى جاب لها ربي واحد ولد الناس وتزوجات ومشات لعندو. صافي وتهنات، وبقيت انا جات النوبه ديالي. كانوا عندي جوج خوتي دراري، وكانت اختي الكبيره هذيك اللي تزوجات وانا هي الصغيره. كان كيبيع غير النعناع والخضار وداك الشلاضه وداك الشيء في الكروسه. امي كانت جالسه في الدار ربة بيت. المهم انا مني عقلت على راسي من ديك الطفوله ديالتي وانا دائما كيجيو هذوك الناس وكيديوني في العطله ديال الصيف. كتقول لي امي هانتي سيري وعاوني الحاجه وبقاي تسخري وتصنتي ليها وصبري وما ديريش البساله، وراه غادي تتعلمي الشقه وتعلمك الطياب وتعلمك كل شيء. كتبقى توصي فيا فاش كنبغي نمشي مع عندهم، كتوصيني امي ماشي كتقول لي عندك يتعدى عليك شي واحد ولا يتكرفس عليك شي واحد ولا والو، ولا تعطيني داك الحنان ولا. انا كنت كنكون خايفه وقلبي ضرني وباقا صغيره وما بغاش نمشي عند الناس، وماشي ماشيه باش ن... نستمتع ولا غاديه باش نضرب التماره والشقه. امي كتخلص كتاخذ هذوك الفلوس كتصرف بهم على الدار وكتعاون بهم. باقا عقله مزيان كيفاش كنكون قلبي دارني وعينيا مغرغرين، وكنبقى نبكي وكتمسح لي دموعي وكتقول لي سكتي ويلي سكتي الحاجه راه ما كتبغيش هذا الشيء، تبقايش تبكي سكتي بحال شي برانيه. دائما كنبقى نشك، كنقول امي واش بصح والداني ولا لقاتني في شي بلاصه، ولا انا ما عرفت واش لقاتني في شي سطل ديال الزبل حاشاكم. المهم كنت كنبكي داك الدموع ديال انني خايفه وباقا صغيره وما باغاش نمشي والحقره وكلشي كيتجمع عليا. بغيت غير نجلس حتى انا في دارنا في العطله ديال الصيف، ما بغيت ندير والو، وحاسه بواحد الحرمان وما كاينش اللي يفهمني. با ما كانش لا يحرك ساكنا حتى هو عادي، اصلا اختي كانوا كيصيفطوها قبل مني. صافي وكنستسلم للامر الواقع، كتهزني الحاجه كتحطني في الطوموبيل وكتمشي هي وولدها، كيبقاو غاديين بيا في الطوموبيل كيلومترات طويله، وانا جالسه اللور وحاطه حدايا الصاك ديال الحوايج وساهيه، وكنشوف الشرجم وكنشوف في الناس، وعينيا كيهبطوا منهم الدموع مره مره وكنمسحهم. كنت كنحشم نبكي قدامهم وكنخاف يغوتوا عليا. صافي كنمشي كنجلس عندهم العطله كامله وانا كنشقى، حتى كنبغي نجي. مره كتجيبني ماما، مره كيديوني همايا وكيعطيو لامي دوك الفلوس ديالي ديال الشهر ولا ديال 3 شهور. صافي داكشي ما كنشوفو انا ما حتى حاجه، امي هي اللي كانت كتصرف به. كانت كتستعملني بحال شي نعجه عندها ولا شي كلبه حاشاكم، ولا كتستعملني لاغراض ماديه.
مع العلم انني كنت صغيره بزاف. المهم عام بعد عام بعد عام بديت كنولف انا داكشي، وليت صافي هذاك هو روتين ديال حياتي ولفتو. ايوا بديت كندوبل في القرايه وما كنتش كنقرا مزيان اصلا، حتى وصلت 19 عام وانا مازال كنقرا في السنكيام، يعني في الاولى باك، ماشي الاولى باك هذاك اللي قبل الاولى باك، الجيد على المشترك. ايوا دابا من وصلت 19 عام غادي تبدا القصه ديال بصح، وغادي تبدا المأساة ديالي اللي دوزت. النهايه ديالتها غريبه بزاف، ما بغيتش نعطيكم عليها حتى شي فكره باش ما نحرقش لكم القصه. المهم ملي وصلت هذاك العمر وكندوبل في القرايه، كان هذاك واحد المبرر قوي بالنسبه لماما باش تجلسني من القرايه كاع. صافي بقات كتقول لي ماش غتبقاي ديري، جلسي ها كتضيعي دوك العوامات، سيري خدمي حسن ليك وعاونينا، كتشوفينا كنتقاتلوا باك مسكين كيضل في السوق وشوف واش يبيع ولا ما يبيعش، وما عندي اللي يعاونني، وخوتك راه تتشوفيهم غا مجرجرين، واختك راه تزوجات ومشات وخلاتني هنايا، وشوفي الضو شوفي الماء وشوفي المعيشه غاليه. كنت نهار ومطر وانا كنسمع هاد الديسكور، وانا شنو ذنبي فيه؟ اش جابها كاع تولدني الا كانت غتبقى تسمعني هذاك الشيء كل ليله ودوز عليا العذاب النفسي اللي ما عمري شفت بحالو. الفشل ديال امي وبا والفقر والحاجه اللي كانت عندهم كانوا كيمسحوها فيا انا اللي غير بنتهم. كنبقى نقول دائما كون غير نعلو الشيطان ونعسو في هذيك الليله اللي قرروا انهم يولدوني فيها. كون غير امي داك النهار كان عندها شي مشكل، ولا شربات مانع الحمل، ولا با بدل الساعه بخرى ولا شي حاجه. دائما كنقول هذا الشيء واستغفر الله، ربي كيكتب الحياه وكيجيبها بطريقه او باخرى. المهم ضغطوا عليا بزاف، صافي وجلست من القرايه، الامل الوحيد اللي كان عندي. واخا انا كنت غير كنخربق، ما كنقراش مزيان وكندوبل دايما، اصلا ما كانش عندي كاع الظروف ديالها. الصراحه واخا بزاف الناس كيقولوا لا راه اللي غيقرا بلا ظروف، ولكن حتى الظروف صعاب انك تحديهم، لا حوايج لا لباس لا نفسيه لا والو. انا كنبقى نضرب تماره عند الناس حتى الاخر ديال شهر 8 كنجي من تماره ديريكت للتقيده، وكنبدا عاوتاني نقرا. ما نفسيه ما هي نفسيه ومحطمه يعني انا كنعذر راسي اني ما قريتش. المهم هي هذيك، جلست من القرايه قالت لي امي دابا هكا مزيان، دابا غتولي تمشي عند الحاجه وتخدمي العام كامل، ماشي بحال كتخدمي غير شهرين ولا 3 شهور. خدمي على راسك وعاونيني، واش انا بغيتيني نخرج نضرب الصابون، واش بغيتيني انا نمشي نخدم عليكم؟ راه انا امك وحملت بك 9 شهور ورضعتك وفعلت لك، وانا امي كنت كنخدم عليها وندير ليها. صافي انا داكشي كنت في داك الوقت فاش كنت صغيره كنت متيقه، كنت كنقول انني بصح راه واجب عليا خصني نخدم على امي، واجب عليا خصني نضرب عليهم تماره. المهم مشيت ديك الساعات انا غير بوحدي، وليت عارفه ومخالطه مزيان، وكنت كبيبره ديك الساعه 19 عام. صافي عطاتني الفلوس وقالت لي سيري راه الحاجه كتسناك، راه هضرات معايا في التليفون، سيري فين تخدمي على راسك. جمعت ساكي وحويجاتي ودعتهم، قلت لهم بسلام عليكم، وشديت الكار وشديت هذيك الطريق البائسه وغاديه نحو واحد البلاصه اللي ما كنحملهاش. كنقول يا ربي هذاك الكار يدير شي كسيده ولا يتقلب بينا ولا توقع شي حاجه كيما بغات تكون، الكسيده اهون عليا من هذا الشيء اللي انا غاديه ليه. صافي غاديه وقلبي مقبوض عليا. فاش قربت نوصل وقفنا في واحد البلاصه، وقف الكار وهما يطلعوا واحد الناس اخرين جداد، واحد المسافرين وحدين اخرين، والكرسي اللي حدايا خوا وجلس فيه واحد الدري. طلع واحد الدري كان كبر مني شويه، يكون في العشرينات. صافي وجلس حدايا وبقى مجمع معايا، لاباس كي دايره منين جيتي؟ وقلت لي انت لاباس منين جاي؟ وبقينا كنهضروا، شدينا الطريق بالجماعه وتعرفنا. صافي عرفته هو خدام في واحد الشركه مستخدم فيها، يعني انسان خدام خدمه عاديه درويش. وانا ما قلت له والو، ما عاودتليش زعما فين غاديه ولا شكون انا ولا راني غاديه عند ناس نخدم عندهم ولا حتى شي حاجه. بقينا كنهضروا صافي كيعاود لي غير عليه هو. المهم هو يقول لي في الاخر باينه فيك بنت الناس وكتباني ظريفه ودرويشه، واش ممكن ناخذ مرتك؟ قلت لي ماشي مشكل، هاك خذ مرتي. صافي وانا نعطيها ليه، كتبت النمره ديالته صونيت عليه، طلعت عنده. صافي
هي فاش وصلت انا لبلاصتي، البلاصه اللي غنهبط فيها، وهبطت وقلت ليه بسلامه الله يعاونك. يوم اللي وصلت عيطت على الحاجه وجاو داوني بحال كي كيديو دوك العبيد شحال هادي. صافي ومشيت عندهم للدار واستأنفت عاوتاني خدمتي وبديت في داكشي اللي انا اصلا ولفتو ملي كنت صغيره وانا كنديرو. في الاول كنت غير غنتسخر، نمشي للحانوت نجيب داكشي اللي خاص نمسح الزاج. ويني ملي كبرت صافي وليت كندير دوك الاشغال الاخرين. هما كانت عندهم الدار كبيره وكانوا عندهم 3 ديال الخدامات في الدار. راكم عارفين الفيلا والعساس وداكشي الله يزيدهم. صافي بديت كنخدم وكنضرب تماره 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 دائما. بقيت مدفونه في هذيك الدار عندهم، ما كنخرج ما كندرج، ما كنعرف ما كيديونا لشي بلاصه زعما، ولا نمشي للحمام ولا والو، ما كنخرج. قتلوني هذوك الحيوطه. كان عندهم الحمام في الدار وعندهم الدوش وعندهم داك الحمام البلدي في التحت ديال الفيلا وكنا حنايا انا ودوك البنات اللي خدامين كنعسو في نفس البيت تماره يوميا، والطياب والكوزينه والشقه. ما صافي حياتي وليت كنحس بها بحال شي سجين. وليت كندوب عرق بعرق عرق بعرق. كنبقى نتسنى فوقاش نكبر ونمرض ويجيني السكر ويجيني الضغط ويجيوني الامراض ونموت وصافي. هاد الشيء اللي وليت كنتسنى، ما بقى عندي حتى شي امل في الحياه. وهذاك هو اكبر الم ممكن تحس به البنت ولا اي انسان على وجه الارض، هو انه يكون عنده حتى شي امل في الحياه وكيتسنى الموت. المهم الشخص الوحيد اللي كان كيسول فيا مره هو هذاك الدري اللي تلاقيته في الكار. كان سميتو ربيع. صافي بدا كيسول فيا وليت حتى انا كنسول فيه بكثره داك الملل اللي عندي في حياتي وداك الياس. ملي كتوصل ديك الليل فاش كنبغي نعس كنتكا كنسول فيه في التليفون ونهضر معاه شويه، وهو حتى هو كيبقى يهضر معايا. صافي لقيت واحد المتنفس وواحد الشخص لما نعاود ولما نقول. اصلا انا ما كانوا عندي لا صحابات لا والو، حتى امي اللي هي خاصه تكون ديك امي والشخص المقرب ليا ما كانتش كاع بيني وبينها شي علاقه زوينه. ما كنتش كنحملها الله يسمح لي، واخا امي حتى هي ما كانتش كتسوق ولا تحن فيا ولا والو. كتعيط ليا مره في شهرين، مره في 3 شهور، صافي كاع ماشي زعما ديك الام اللي كنشوف انا البنات ومواتهم كيعيطوا لهم يوميا كيسولوا فيهم وكيتشوشوا. انا والو داكشي ما دوزتوش كاع، ما عندهاش الكبده عليا. صافي وليت كنتعاود انا وربيع وكنعاود ليه شنو واقع وها شنو حتى وليت عاودت ليه هادشي كله اللي عاودت لكم دابا في هاد القصه وكيفاش وقع ليا وفين وصلت لهنا. هو بقيت فيه وتعاطف معايا وكيقول لي انا اللي راجل ما نقدرش نبعد على والديا وصعيب عليا، وامي كتبقى تهتم بيا وتبقى تعيط وتسول وهكذا. المهم عزيت عليه وبقيت فيه بزاف، وهي تكون بيناتنا داك العلاقه حب. وليت كنبغيه وكيبغيني حتى هو. وليت كنحس براسي لما هضرتش معاه شي نهار ولا شي ليله كتكون شي حاجه ناقصاني ما فاهماش شنو هي. وبقينا بحال هكاك. اول مره في حياتي نحس بشي راجل كيصيفط لي القلب، اول راجل في حياتي يقول لي كنبغيك، ولا شي انسان اصلا اول انسان في حياتي يقول لي راك عزيزه عليا ولا كنبغيك ولا توحشتك ولا شي حاجه بحال هكا. تخيلوا ان حنا بقينا كنهضروا انا وياه وتكونت بيناتنا ديك العلاقه والحب والغرام وكل شيء مده عام ما عمرنا تلاقينا. داك الحب العذري عن بعد وصافي، ولا عمرني درت معاه شي قله لحيه ولا صيفط ليه شي تصويره مسخه ولا صيفط ليه هو شي هضره مسخه ولا والو. كنهضروا يوميا. فوق ما قال لي نجي نتلاقاك ولا شي حاجه كنقول له انا راه ما عنديش كيفاش ندير، ما عنديش كاع اصلا لا روبو لا والو. انا ما نقدرش نخرج عندك نتلاقى معاك ولا شي حاجه غيجريو عليا هاد الناس، وإلا جابت لي امي الخبر غتفضيني. وما نقدرش نمشي لدارنا حيت ما بقى عندي ما يدار، ما كاينش الخدمه اصلا فين البلاصه فين كنت ساكنه انا ما كاينش الخدمه، ما كاين ما يدار. امي غتصفيها ليا الا مشات حتى رجعت. المهم كنت خايفه، امي دايره بحال داك الوحش وداك الشبح اللي انا دايما خايفه منه، ربات فيا الرعب مني كنت صغيره. في مده داك العام مشيت 3 المرات لدارنا، 3 ديال المرات. كنمشي كنجلس مع امي يومين ولا 3 ايام كنرجع، وما كنقولهاش لربيع حيت الا قلتها ليه غيقول لي نتلاقى وانا ما نقدرش نتلاقى به. بقينا داك العام الاول كامل ما عمرنا ما تلاقينا، حتى
حتى لواحد النهار قال لي شوفي هادشي انا ما نقدرش نزيد نصبر ليك فيه. واش انتي عامه عباد الله ما عمري تلاقيتك، واش كذا واش كذا، انا حتى بغيت نخطبك ولا ندير معاك شي حاجه ما عمري شفتك من نهار شفتك في الكار. قال لي شوفي غنجي للبلاصه فين كاينه الفيلا فين خدامه وغتخرجي عندي في الليل ولا دبري راسك. قلت ليه لا ما يمكنش، وبقى كيقنع فيا وكيشجعني حتى قررت اني نخرج عنده في الليل واخا كاين العساس وكل شيء. المهم هو قراني الخطه اللي غادي ندير ودرتها، وانا نمشي عند داك العساس اللي كيكون وانا نقولها ليه. كان هو حتى هو غير صغير، واحد الدري في العشرينات. وانا نقول ليه شوف اخويا راه غيجي عندي واحد ولد عمي غيجيب لي شي امانه من البلاد وغنخرج عنده نتلاقاه غير مورا الفيلا ولا غير تما في الشانطي ولا الله يعطيك الستر. وداك العساس تعجب فيا قال لي يا اختي انا ماشي شغلي، سيري تلاقاي مع ولد عمك ولا مع خوك ولا مع اللي عجبك. غير انا كان فيا الخوف وكنت خايفه من التخربيق، اصلا حتى لو كان خرجت معاه كاع ما غيقولوا لي مالي نضر والو. المهم وصل داك 8 ديال الليل، ساليت انا ديك الخدمه ديالي وكل شيء، دخلت لبيتي بدلت عليا مشيت الشعير جمعته وانا نخرج، لبست الجلابه وخرجت في الليل خايفه 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 بحال سارقه بحال، مع العلم انهم ما غيقول لي ما كاينش اللي تسوق ليا الا درت شي حاجه بحال هذيك. صافي خرجت وهزت تليفوني وانا دايره معاه غنتلاقى معاه ووريته البلاصه وحده ديك الفيلا كان الجامع، وهداك الجامع باين ونعدتو ليه هنايا. صافي وجا حدا الجامع وبقيت انا واقفه حدا البوطو، واخا الظلام كان داك الضو ديال الضو اللي كيكون في الزناقي، وهو يبان ليا من بعيد جاي جهتي وقلبي كيضرب 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 حتى حشتو كنبغيه وكنحس براسي محرومه من ابسط حقوق الانسان، هي انني نتلاقى الشخص اللي كنبغيه. ولا رجع ليا كاع داك الحنان اللي ما عنديش ديال با وديال امي والذكريات كاملين رجعوا ليا في هذيك اللحظه فاش شفتو غادي كيقرب جهتي في الظلام. قرب ليا وسلم عليا غير باليد، ما عنقني ما باسني ما والو، وقال لي توحشتك وكذا وكذا وجاب لي واحد الميكا. صافي جمعت معاه واحد نص ساعه، قلت لي صافي دابا سير. وصافي دخلت انا للدار وقلبت ديك الميكا ولقيت فيها بيجامه، جاب لي بيجامه فرحت بزاف. هذيك البيجامه بحال الا جاب لي تاج ديال الذهب. صافي تشجعت وما صعيبه غير البديه، وليت مره في 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام كنخرج كنتلاقى معاه. واحد النهار قال لي شوفي راه بغيت نخطبك وراه انا كنبغيك وغنتزوج انا وياك، خاصك تقوليها لوالديك وهكا وهكا. انا صافي فاش قال لي هكاك حشمت انني نقولها لامي، وماشي حشمت خفت منها. ما عرفتش كيفاش غادي نقدر نفسر لكم العلاقه ديالي مع امي كي دايره، ولكن كي بحال شي شخص كتخافي منه وانتي ما خصكش تخافي منه حيت هي امك. وبقيت مده وانا كنفكر كي غندير نقولها ليها. واحد النهار عيطت لها في التليفون قلت لها امي لاباس كذا كذا، وهضرات معايا كي دايره، كنقول لها امي لاباس عليك كذا، كتقول لي لاباس كي دايره بخير، كي دايره الحاجه وولد الحاجه وغزلان وفلان، كتسول غير فيهم. انا كاع ما كتقول لي كي دايره بنتي ولا كي دايره الاحوال ولا كي دايره الامور ولا واش واكله واش شاربه واش جيعانه واش مغطيه واش مستوره واش. قلت لها امي بغيت نقول لك شي حاجه، راه عرفتي راه واحد السيد راه باغي يخطبني. باغي يخطبك؟ قلت لها ايه. قلت لها فين عرفتيه وفين شافك؟ قلت لها راه تلاقيته غير في الكار. وبقات ها تلاقيتيه في الكار وغيخطبك؟ واش الناس اللي واش المراه اللي باغي يخطبها شي واحد كيشوفها في الكار؟ وكاع ماشي الا شافك عند داركم وشافك هنا ودار معاك وفعل ليك وترك ليك، انت شافك غير في الكار. سيري الله يعفو علينا وعليك شكون داها فيك بحال هكا، حطمتني قسمتني على 10. صافي قلت لها ماشي مشكله امي، عاوتاني مره اخرى جبت معها الموضوع، وبقيت نهار بعد نهار تفهمت باللي امي ما بغاتنيش نتزوج حيت بغاتني نبقى خدامه عليها، حيت كاع ديك الفلوس اللي كيعطيوني كنصيفطهم ليها وبعض المرات كتصيفطهم لها الحاجه نيشان. صافي قلتها لي وبدا هو كيانسيستي عليا كيقول لي لا وخاصك تلقى شي حل وكذا. صافي انا بقيت كنتعصب عليه، وليت كنقول لي ماشي سوقك فيا ماشي شغلك امي هذيك، واش انت بغيتيني نخدم عليك انا؟ مع العلم انه هو كان كيقول لي لا انا ما بغيتكش تخدمي، انا بغيتك اصلا نتزوجك وتجلسي، علاش غادي تخدمي؟ صافي كاع داك العصاب اللي فيا وداك الكره اللي كرهها امي كنت كنفرغو فيه هو.
تدابزت معاه مل صافي تا هو وطلع ليه الدم ومشى فحالو. تخاصمنا انا وياه بكثرة داك النقير اللي كنقول عليه وكنرد ليه كلشي وكنغوت عليه وكنقول ليه ماشي شغلك صافي دار معايا مسكين كتر من جهدو، باغي يخطبني وباغي يدير معايا المعقول وما تيسرش داكشي. المهم تفارقت معاه ورجعت عليا الحياة السوداء، وليت عايشه الجحيم الاسود. وليت عاوتاني كنتسنى غير كنقول يا ربي فوقاش نكبر ونشرف ونموت ويتهنى مني العالم. مبقيتش طايقه هاد الحياه. ايوا دازت الشهور والايام. واحد النهار كنت جالسه في الجرده كان بكي واحد البكاء هستيري تحت ما شافني. تا جات بنت الحاجه وهي تجي عندي وهي كاع ما مولفه كتكون في الدار، اصلا هي كتقرا في واحد المدينه اخرى وكتجي غير مره وهي تلقاني وانا اصلا ما حملتهاش تلقاني حيت كان غير الظلام وجالسه انا كنبكي بوحدي. سمعت صوتي وجات قالت لي يا فلانه مالك علاش تبكي، شكون اللي دار لك شي حاجه؟ قلت لها والو غير كنبكي طلع لي الدم وصافي. وهي كانت صغار مني بقات جالسه حدايا ومعنقاني وكنبكي كتقول لي مسكينه غير عاودي ليا قولي لي شنو وقع لك. وبقيت كنعاود لها حتى هي هادشي كله اللي عاودت لكم. قلت لها راه كنت كنقرا فاش كنت باقا صغيره، يلا عندي 10 سنين كتصيفطني امي كتجيبني مره عندكم مره كتصيفطني عند الناس نخدم. ما عشت لا طفوله لا والو، ما كيحنوش فيا حتى واحد، ما كيسول فيا حتى حد، ما كيحن فيا. وتعرفت على واحد الدري سميتو ربيع وكنت كنبغيه بزاف ولفتو في حياتي وبغى يتزوج بيا وما بغاتش امي. ودابا انا كنفكر نمشي نلوح راسي نمشي بلاصه. طلعت لي الحياه في الراس صافي وبقات هي تاثرت بزاف. عرفتي دوك الناس اللي لاباس عليهم ما كيقدوش على المشاكل ما مولفينش بيهم، ابسط حاجه كتبكيهم. تاثرت هي ولا تتبكي اكثر مني. صافي حزرتني ومشيت رجعت في حالي ورجعت هي لبيتها. الغد لي بكرات عليا مع الصباح وانا في الكوزينه جات عندي قالت لي داكشي عاودتي لي بقى فيا الحال ودابا خصك تلقي انت الحل راسك وهذا الشيء راه ماشي ديالك وما خصكش تخدمي في الديور، خاصك تخدمي في شي حاجه اخرى. بقات مسكينه مألمه. صافي قالت لي راه غنهضر مع باك. قلت لها راه باك راه كيعرفني، باك وماك وخوتك الكبار راه كيعرفوني من ديما وعارفين ظروفي وعادي. قالت لي لا انا غنهضر معاهم يعاونوك ولا شي حاجه. وفعلا دارت ليهم القلق، ما بقات كتخليهم لا ياكلوا لا يتغداو لا يشربوا لا والو. وقالت لي بقات كتقول ليه لباها والو لا خاصك تهضر معاها وتلقى ليها شي حل. بحال هذيك البنت تروماتيزات بحال تعقدات وهما ولاو باغيين لها غير الحل، ما بقاتش باغا لا تقرا. القصه ديالتي بقات فيها بزاف وحزناتها وهي حساسه اصلا وبنت الفشوش وداكشي. المهم باها جا عندي قال لي شوفي راه فلانه قالت لك خاصني ندير لك شي حل وخاصك ما تبقايش خدامه عندنا، واخا حنا ولفناك ملي كنتي صغيره وفيك المعقول وكنعرفوا امك وكذا وكذا وكذا. بقات هي جالسه مع باها ومعايا وكتبكي وكتقول لي خاصك تديها تخدم في شي بلاصه، راه قاريه حتى لسان كيام، راه هادي. المهم دارت لهم داكشي ديال الافلام، قالت لهم والو خاصكم تلقاو لها شي حل، مسكينه ما خصهاش تبقى في هذا الشيء. وهو يديني الحاج عند واحد صاحبو نوطير، وهذاك النوطير كانت خصو شي وحده اللي تقابل ليه البيرو تقاد داكشي كو عارفين. وانا ما كنتش كنعرف مزيان، ما عمرني في حياتي خدمت الا في الميناج والديور. ومشى عنده بقى كيطلب فيه وجالسين في القهوه وقال لي راه عافاك راه يشوف كي دير وكذا وكذا، وعاود ليه داكشي كامل اللي وقع ديال بنته. وهذا صافي هذاك النوطير قال لي راه غادي نعلمك وغتجلسي معايا وغادي تولي تعرفي الخدمه وهذا وصافي انت راه على ضمانتي ملي جابك الحاج. بقى كيقول لي راه مشكله عندها في السكنه فين غادي تسكن، ويقول لي الحاج شوف ليها شي حل زعما يشوف ليها فين تسكن ولا شي حاجه، راه هي كابابل ومولفه بالخدمه ومولفه بكل شيء. قال لي راه غير بنت باب الله خلينا نديرو فيها هذا الخير ونديرو معها هذه الحسنه. صافي داك السيد حيت اصلا هو نوطير كان كيعرف الكرا وكيعرف مالين الديور وداك الشيء، وقال لي واش تبغي تسكني في بيت؟ قلت ليه انا ما عنديش مشكل نسكن حتى في نص بيت. وداني لواحد البيت كان قريب واحد شويه، داكشي بيه فيه في نفس النهار، قريب نيت واحد شويه للبيرو ديالو. ودخلت ليه وراه ليا. هي واحد الدار بلديه قديمه شويه وفيها البيوت كيتكراو،
وكانت واحد البيت فيها واحد جوج بنات، وواحد البيت غنكون فيها انا. صافي عيط لداك الراجل وعطاه الساروت وحلو وراه ليا، ولقيتو بيت عادي مدصص بداك الموزيك، وكاين واحد طواليت مشتركه وكوزينه مشتركه وصافي. المهم قال لي هانتي انا غنجيب لك شي فراش وشي حاجه باش تبداي، وغنخلص لك الشهر الاول ديال الكرا. واخا لاباس عليهم، واخا هكاك راه ماشي صحابي غيعطوك بزاف ولا يعطوك الفلوس ولا يقول لك كاع ما تخدمي، ولا راه واخا هكاك هادوك الناس الاغنياء كيكونوا حارسين على الفلوس بزاف. المهم قال لي غنخلص لك الشهر الاول، وخلص لي شي 350 درهم. اصلا داك البيت كان ب 350 درهم، خلص لي داك الشهر الاول، والشهر اللي تابعه وليت كنخلص غير 300 درهم. هضر مع داك الراجل قال لي نقص ليها صافي، ونقص ليا وليت كنخلص غير 300 درهم الضو والماء البيت وكل شيء. غير هو كان قريب غير على رجليا. صافي كنت كنمشي كنلقى واحد البنت تما كتعلمني شنو ديري وكان داكشي صعيب عليا، وكيبقى يغوت عليا وكتغوت حتى هي واش انت مكلخه شنو خصك ديري. وانا صابره كنقول لا باس، غير ملي تهنيت من الحكان والماعن وداك التخربيق على الاقل هنا غنخدم ونخرج نمشي للبيت ونبقى نشوف الناس ويشوفوني الناس، نخرج بعدا كي الناس، نقاد حويجاتي ونقاد شعري ونخرج حتى انا نتسمى خدامه، ماشي نبقى مدفونه في الكوزينه ما كنخرج ما عندي لا روب ولا والو، ما كنشوف حتى الناس ولا نشم ريحه الهواء. صافي بديت كنخدم عنده ولا كيعطيني 1000 درهم في الشهر، 20,000 ريال في الشهر، ولكن راه كندير تماره الكحله، كندير كلشي الخدمه، وكنمسح البيرو نسيقو ونقادو كلشي، كاع دوك الملفات وداك الشيء انا اللي كنقادو ديال البيرو. صافي تعلمت بالزربه وكنضرب تماره، ولكن انا حمد الله بها وشاكره ديك الساعات. وليت كنمشي للدار كنخلص ديك 300 درهم ديال الكرا، كنشيط شويه وكناكل شويه. صافي عيطت لامي قلت لها شنو كاين، وبقات كتقول لي ومزيان ودابا امتى بديت تصيفطي الفلوس؟ شحال غتصيفطي؟ وانا كنشوف راسي ما شاط ليا والو، كنقول لها امي راه نصيفط لك 4000، والمره الجايه غيكونوا عندي ونجمع 4000 اخرى مع 4000 ونصيفط لك 8000. كتقول لي بغا جلستي عند الحاجه، دابا انت ما انت واكله ما انت شاربه ما انت مصيفطه، بغيتي يا بنتي. ما عجبهاش الحال، قلت لكم جلستي عند الحاجه، حيت الحاجه كانوا كيصيفطوا لها الصالير، داك الفلوس اللي كيعطوني كاملين ما كندي منهم حتى ريال. صافي ولا الاتصال غادي وكينقص بيني وبين امي، غادي وكينقص حتى نعادم تقريبا. صافي ما بقاتش كاع كتعيط ليا، اقسم بالله العلي العظيم. تصاحبت مع البنات اللي كانوا ساكنين اونفاس معايا، وكانوا مساكن هما كيقراو. صافي ولينا صحابات، ولينا كنديروا الغدا مجموعين، الفطور مجموعين. ما عمري باقي سديت بيتي ولا هما سدوا بيتهم، ولينا كنسدوا الباب ديال الدار، وكيغسلوا لي ما يعني لا الا تعطلت ونغسل لهم انا ما عنهم. الا كنت انايا في داك النهار فاش كنجلس نهار في الويكاند كيلقاوني هما كيخرجوا مساكن كيحفظوا داك الشيء، كانوا طالبات كيلقاوني سيقت لهم البيت، بعض المرات كنصب لهم الحوايج ويلقاو الغدا ديالهم طايب وواجد، ولينا صحابات. المهم وليت كنخرج معاهم وكنتسارى، ولات حياتي عندها واحد المعنى زوين. واخا ديك الفلوس اللي كنشد ديال الله كندور في نفس العجله، ما كيشاط ليا والو ما بين الماكله وهذه مره كتشيطي شي 4000 ولا شي 6000، مره كتصيفط لبا شي حاجه وصافي. تعرفت على واحد الدري، وهذاك الدري سميتو نجيب، كان هو تاني حب في حياتي من بعد ربيع. تاني حياتي واخا كانت بسيطه والفقر وكل شيء، ولكن كانت زوينه. ملي خدمت عند النوطير وليت كنخرج وكندرج وداك الشيء وليت مرتاحه وهربت من داك الجحيم. وهذاك نجيب الحب ديالو كان بحال ديك السوريزه محطوطه فوق الكاطو، ديك الفريزه اللي كيحطوا الناس فوق الحلوه، بحال زاد لي واحد الحلاوه زوينه في حياتي. الحب واخا هكا كيبقى واحد الاحساس، واحد الشعور انساني نبيل كيزين الحياه الا كان حب حقيقي وزوين وطاهر. المهم تلاقيت معاه عن طريق هذوك البنات. كان نجيب خدام عنده فوتوكوبي حدا لافاك، في الطريق ديال لافاك كان عنده فوتوكوبي وداكشي ديال الكتوبه والوراق وداكشي، هذيك هي خدمته. صافي وحبيته بزاف لواحد الدرجه كبيره،
خصوصا انني ديك الساعه ولات عندي الحريه، كنخرج معاه، كنتلاقى وكنجلسوا في قهيوه، وصافي حسيت بحياتي عندها معنى معاه. وبقيت معاه تقريبا شي 8 شهور، ما كاملاش عام. مورا ديك 8 شهور هو يقول لي بغيت نعترف لك بواحد الحاجه ونقول لك شي حاجه، بما اننا دابا كنبغيو بعضياتنا وغاديين في واحد الطريق وكنبغيك وكتبغيني، بغيت نقول لك واحد الاعتراف. قلت لها شنو هو هذا الاعتراف؟ وقالت لي انا وياه. هو يقول لي شوفي، انا ملي كنت صغير كان عندي واحد المشكل في التستيكول، واحد المشكل ملي كنت صغير وانا كنداوى عليه ملي كنت صغير. الحمد لله داويت وتعالجت، ولكن انا ما عمري ما غنقدر نولد. ميمكنش ليا نكون اب ولا شي نهار نحلم انني نولد. ما عندي مشكل كبير في الانتاج ديال الحيوانات المنويه، وهذا الشيء راه مأثر لي على نفسيتي وكان مرضني وكنت كناخذ الدواء، ولكن تشافيت. غير هو راه ما تسنيش مني انا شي ولاد ولا شي حاجه. انا قلتها لك باش تكون في خبارك. صافي منين قالها لي تحطم قلبي على 10، لانني انا كنت واحد البنت اللي دائما كنت فاش تعرفت على ربيع، كنتمنى انني يكون عندي وليدات وندير واحد الاسره، لانني ما عمري كبرت في شي اسره مستقره. كان الحلم ديالي يكون عندي راجل ووليدات ونتهلا في ولادي وما نديهمش يخدموا عند عباد الله، وندير المجهود ويدير باهم المجهود باش ما نحتاجش ليهم. كان عندي بزاف ديال الحنان في قلبي باغا نعطيه لشي حد ليهم وليداتي. كانت عندي هذيك الغريزه قويه بزاف. تكسرت وتحطمت وبقيت كنشوف فيه وانا نضزت في حالي وتابعني. قال لي مالكي وما عجبكش الحال وهذا. قلت لي ماشي ما عجبنيش الحال، انا احترمتك انك قلتيها لي، ماشي خليتيني حتى نطول معاك اكثر من 8 شهور نوليو في 8 سنين ونتزوجوا كذا وكذا. ولكن انا شنو غندير بك الا كنتي انت ما كتولدش؟ اش غندير بك انايا؟ انا راه مراه خاصني نولد وليداتي. شنو غنبقاو نديرو انا وياك؟ شنو عندي انا في الحياه؟ ما عندي والو حتى حاجه. انا غير طالبه معاشها، غير واحد المزلوطه. ما عندي لا با يحن فيا لا امي لا حتى حاجه. خصني وليداتي. درت ليه الجنازه تما وبقيت كنبكي وكنغوت. قلت لي شوف اخويا، الله يعاونني ويعاونك، كنبغيك كتبغيني كذا كذا، وكاين هذا الشيء غيسالي. قال لي ما كتسوايش الكلبه الفاعله، وبقى كيسب فيا. سالت علاقتي به بواحد الطريقه خايبه بزاف وبحال داكشي ديال بوزبال. رجعت في حالي كنبكي وبقى فيا الحال وكنقول لاش يا سيدي ربي هاد الحياه؟ علاش يا سيدي ربي كتبتي عليا هاد الشيء؟ استغفر الله. ما كتبش لي اني نفرح ولا ما عرفت. تخلقت غير باش نتعذب. ورجعوا لي دوك الافكار وكنقول كون غير والديا نعلو الشيطان وما ولدونيش. علاش كاع جابوني لهاد الحياه باش نتعذب من اجل هذيك النزوه ديال 5 دقائق همايا جابوني انا غادي نبقى نعاني في حياتي 50 عام. صافي جاو البنات قالوا لي مالكي؟ قلت لهم عشطرا وعندكم تقولوها لي، هذا راه السر ما تقولوهاش لي. قالوا لي صافي ما يكون غير خاطرك، نوضي توضاي وصلي وطلبي ربي يدير لك شي تاويل ديال الخير. داكشي اللي درت، نرت وضيت وصليت وبقيت هازه كفوفي للسما وكنقول يا ربي دير لي شي مخرجا من حيث لا احتسب، حيت صافي بقيت قاده. المهم بقيت كندور وكنفكر شنو غادي ندير. وهز التليفون لمن غادي نعيط، عيطت على ربيع. كنقول ربيع غيلقى ليا شي حل. صونيت عليه 2 مرات وقطعت وهو يعيط ليا، وانا كنت في الخدمه ديك الساعه. وملي عيط ليا خرجت من البيرو، وكانت هذيك البنت كتقول لي لا هادشي ما اتفقناش عليه، وراه كي عارفه السيد ما كيبغيش التليفون في البيرو، اجي خدمي يا صاحبتي كذا كذا. قلت لها عافاك شوفي والله سنعطيك فلوسي كاملين هاد الشهر، غير خليني نهضر. جاوبت في التليفون وهو يقول لي الو شكون معايا؟ حيت انا بدلت النمره شي 3 المرات. قلت ليه فلانه. قال لي شكون؟ قلت ليه انا راه فلانه اللي كنت كذا كذا وكنتي كتعرفني وكنت خدامه عند كذا كذا وكنا انا وياك. قال لي صافي عرفت صوتك، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير كذا؟ قلت ليه لاباس الحمد لله. فين صدقتي؟ شنو كدير؟ قال لي انا بخير. وبقى كيهضر معايا شي 5 دقائق. قال لي فين وصلتي؟
قلت ليه عرفتي ما نعاودش لك، راه مكارفسه بزاف. قال لي يلا هاي بدا يشد معايا الهضره، وانا نقول له علاش دير، واش ممكن تعيط ليا في الليل ملي نكون في الدار فاش نرجع؟ قال لي صافي ديري معايا الوقت، ما عادش بغيتي نعيط لك. قلت ليه 7:30 كاع. قال لي صافي قطعت. فرحت وتفاجأ قلبي، كنقول الله غنرجع داك الحب انا وياه وغادي كلشي غيتقاد في حياتي. ولكن هيهات. صافي بقيت كنتسنى بفارغ الصبر فوقاش تسالي هذاك النهار، هذيك العشيه. سالات وجمعت صاكي ونط مشيت للدار. كنتسنى ديك 7 فوقاش توصل ونص. وصلت 7:30 وكنتسنى يا ربي عيط يا ربي عيط يا ربي عيط. وصلت 8 باقي ما عيطش. صافي بقى فيا الحال، يلاه بديت كنبكي وهو يصوني. الله طلعت لي النمره ديالته وانا نجاوبو قلت لي اهلا ربيع. قال لي اهلا فلانه، نهار كبير هذا، ايوا شنو كديري في حياتك، فين وصلتي؟ وبقيت كنعاود ليه الربيع عاوتاني وعاودت ليه كاع هادشي اللي عاودت لكم في الشابيتر الثاني ديال القصه. كنشكي وقلت ليه انا خدامه وبحال ما خداماش، 20,000 ريال كنخلص 300 درهم ديال الكرا وخصني ناكل ونشرب، راك عارف ما كتقدنيش. كنقول لي راه صافي غير كنبقى نتسنى الشهر الجاي كنتسلف عاوتاني، ما عندي من يلاه كناكل وكنشرب فقط. نشكي وقال لي شوفي انا غنساعدك وغنوقف معاك، واش انا غنخليك؟ ما غنخليكش، غادي نساعدك ونوقف معاك وحتى توقفي على رجليك، والله ما غنخليك. قلت ليه صافي الله يخليك ليا، الله يكبر بيك، وعرفتي شنو كنتفكرك كل ايام وكون غير بقيت معاك كون ماشي ما يكون تزوجنا. ويقول لي شوفي، غيقول لي اكبر صدمه في حياتي. قال لي شوفي انا غنعاونك وغنتساعد معاك وغنوقف معاك حتى توقفي على رجليك، ولكن انا عاد تزوجت دابا. عرفتوا ديك تزوجت؟ قلت ليه لا كضحك معايا، كنتي مجوج ما غاديش تهضر معايا. قال لي وحق الله الا مجوج. وجاوبتك ماشي حيت قللت الاحترام على مرتي، انا كنبغي مرتي ومرتاح معاها. جاوبتك حيت انتي محتاجه المساعده وبقيتي فيا ملي بقيتي كتشكي وعارفك ما عندك حد. وما عيطلكش. قال لي مع 7:30 حيت كنت في الدار خصني نلقى شي طريقه باش نقنع مرتي نعيط لك وخرجت، وانا ما كنبغيش نخرج نخليها في الدار. صافي قلت لي والله ما تيقتك. قال لي وانتي وجهك. وانا ديك الساعه بقى فيا الحال، ما جاتني واحد الغيره حارقه بزاف. كنقول يا ربي علاش تزواج وانا كنت باغياه ورجع لي داك الحب ليه. مهم كملتها لقلبي وكملتها لجوفي وقلت ليه صافي انا غير عاوني وشوف لي شي حل وصافي. صافي دار معايا غيتلاقى معايا ودرت معاه النهار والساعه. قال لي غنجي غنهزك بالموطور غنديك عند واحد السيد غادي يلقى لك خدمه وغتخلصي مزيان حسن من ديك 1000 درهم اللي ما كدير لك والو. قلت لي الله يرحم لك الوالدين. صافي جا عندي مع 7 د العشيه ديال داك النهار وهزني فوق الموطور وبقى غادي بيا تدخلني للغابه اللي كاينه في الخرجه ديال المدينه، ماشي كاع غابه الشجار ولكن زعما غير الخلا. وصلت ديك 8 د العشيه طاح الظلام وكنشوف السيد كيشوف فيا ودار عندي. كنقول ليه فين السيد فين اش هادشي ربيع ما مولفاش ليك؟ قال لي واش ما توحشتينيش، واش نسيتي الايام، واش كذا. وهو عنقني وبقى مزير عليا وانا خايفه، ما بغيت ندير حتى شي حاجه، ما بغيت ندير حتى شي رد فعل، خايفه حيت الغابه بوحدي تما يقدر يتعدى عليا ولا داكشي اللي خصني غتكمل الباهيه. الحاجه الوحيده اللي بقات ليا هي الاغتصاب، ما عمري دوزتو، غادي صافي الشرف حتى هو غيمشي والعارض. صافي هو معنقني وكيدير شي تصرفات ماشي حتى ليه وانا دموعي كيهبطوا وبقى فيا الحال وحس بيا. قال لي مالكي؟ قلت لي حشومه عليك هادشي انا ما عمري في حياتي درتو، ما عمري توقعتو فيك ولا فيك وانت يا حسره مزوج. هو يقول لي عرفتي اش ديري؟ زيدي في حالك انا اللي حمار اللي داير فيك راسي. وهزني على الموطور وردني للبلاصه فاش حطني، فمناش هزني وحطني فيها وزاد الدماره. من تما صافي بلوكيت مرتو، عمرو ما باقي عاود عيط ليا ولا عاود بان في حياتي. كنشوف تعيط وكنقول خاصني نلقى شي حل راسي. صافي هادشي ما بقاش مسلك. واحد النهار من الايام في الخدمه، داك النوطير اللي خدامين عنده مره كيكونوا عنده الفلوس في المجر، ماشي كيبقاو مثلا شي عشيه ولا يومين ولا شي ساعه صافي وكيحيدهم كيهزهم. انا بقيت عاسه ايام وانا
كنحضيه فوقاش حط الفلوس. صافي وهي تبان ليا الفلوس تحطات في المجر، وانا نمشي هزيتهم، دهزت ديك الدمجه اللي مدموجه ديال الفلوس مجموعين في لاستيك ودرتهم في الصاكي وانا نخرج. صافي خرجه وحده، خرجت ومشيت ديريكتومون للدار، هزيت شي تخربيقات بالزربه ومشيت للمحطه ديال الكار. شديت الكار ديريكتومون للدار ديالنا فين ساكنه امي. ركبت في الكار، كي ركبت فيه عيطت ليه النوطير نيشان، حيت عرفتو باينه انا وغيصيفطني للحبس وانا ما قاداش على الحبس. عيطت له الو استاذ لاباس عليك كذا كذا، شوف استاذ بغيت نقول لك شي حاجه. قال لي شنو كاين؟ قلت لي راه هزيت الفلوس اللي كاينين في المجر، والله يرحم لك الوالدين، معزت والديك ومعزت وخلي لك وليداتك ومرتك واللي كان لا تدعينيش، ما تمشيش عند البوليس ما حتى شي حاجه، راه فلوسك راه غير تزيرت، راه امي مريضه فيها الكونسير، راه غردهم لك. لا وهذا الشيء اللي كديريه وطاطا والله تنصيفطك فين ترباي والله حتى كذا. بقيت كنطلب فيه وكنبكي عليه، والناس كلشي الكار كيتفرج فيا، كلشي كيتفرج فيا، كلشي كيقول الله يحسن العوان كذا كذا. صافي قال لي انا والحاج فاش جابني عندك قال لي الله يعمرها دار وهادي وهادي. قلت ليه اقسم بالله ترد لك فلوسك، شوف غردهم لك بشويه بشويه، ما تدعيني ما والو، راه ما الا صفتني الحبس راه امي غادي تموت. صافي قطعت عليه التليفون وخليته. صافي طفيت داك التليفون وبقى عليا فوقاش نوصل للدار. دازت ديك الساعات الطويله ورجعت مع داك الطريق اللي كنتفكر فيها كاع الذكريات ديالي ملي كنت كنرجع وانا صغيره وعندي 14 عام وعندي 10 سنين وعندي 15 عام، الناس راجعين من العطله وانا راجعه من تماره وراجعه عند امي ما حملانيش وانا ما حملاهاش، كنقلب على شي بلاصه فيها الحنان ليا كانسان ما كنلقاهاش. رجعت عند امي، لقيت خوتي في الدار، با سلمت عليا امي واحد السلام بارد، ودخلت ودورت معها عطيتها 200 درهم. عاد دخلت بديت كنحسب هذوك الفلوس ولقيتهم 5000 درهم، ناقص 200 درهم اللي عطيت امي، ناقص الفلوس باش خلصت الكار. صافي درت واحد الغداء عادي، طاجين فيه الخضره وداك الشيء، ما مسوق ليا حد ما، وبقات عليا بداك الديسكور هي وهانتي يا بنتي مشيتي كنتي خدامه معززه مكرمه عند الحاجه، كنتي كتصيفطي الفلوس، كان باك بعدا مسكين كتعاونيه، كنا بعدا كنخلصوا الضو نخلصوا الماء ونلقاو ما ناكلوا ما نصرف على خوتك، وراك شايفه خوتك مساكن راه البليه وهادي وكنعاون خويتك حتى هي مسكينه، ودابا مشيتي خدمتي عند داك الراجل وكذا. فرعت ليا راسي، كملات عليا ديك 5000 درهم مخبياها، ما عارفها حد واش عندي، حيت الا عرفتها امي عندي غتاخدها ليا. وانا نقول خصني ندير شي حاجه، نشوف شي حل، خصني نرد للراجل فلوسو، راه غادي يدعيني ويجيو يديوني البوليس وكذا وكذا. صافي قلت لها امي عرفتي اش غديري امي؟ صايبي لي شي خبيزات ولا شي مسمن ولا شي بغرير واري لي نخرج نبيعو. ودابا انا المشكله ربات فيا هي هذيك القضيه ديال انني انا خصني نخدم اوبليجي، بحال انا هي اللي مسؤوله عليها وهي عادي ما كتخدم، مع عمر امي خدمات. صافي جالسه وخصني نخدم حيت ما خصنيش نبقى جالسه. قالت لي ويلي، قالت لي داك الشيء راه ما فيه والو، وكنتي بخدمتك وجيتي تتجاري. قلت لها غير عطي ديري لي نجرب. دارت لي داك البغرير، صايبت في واحد الطبسيل وغطيته وهزيت 2 كراسه ومشيت للشارع، واحد الشارع كيحطوا فيه دوك العيالات. وفاش حطيت كل وحده كتقول لي لا اختي هنا كنحطوا فيه، لا اختي هنا بلاصتي، داكشي في شكال ما كنتش انا عارفه في الاول باللي راه عندهم بلايصهم وباللي راه الا حطات وحده خاصك كاينه اللي كتحكم فيهم، داكشي عالم اخر. صافي بقيت جالسه النهار كامل، ما صورت شي حاجه، ما بعت حتى 10 البغريرات ما بعتهمش، كانوا هما مسيطرين على السوق. جمعت داكشي وضربت به في الارض وخليت دوك الكراسه وخليت داك الطبسيل وخليت داك البغرير في الارض وكل شيء. مشيت للدار قلبي منفوخ يطرطق بحال شي نفاخه. مشيت للدار هزيت هذوك الفلوس ديالي، هزيت صاكي ولبست حوايجي وانا نخرج. ما قلت لامي بسلامه ولا با ولا شي واحد بدون سابق انذار. خرجت قصدت عاوتاني المحطه وركبت في الكار وانا نشد الطريق ديال هذيك المدينه، ماشي المدينه فاش كنت خدامه عند الحاجه وداكشي، لا مدينه اخرى. هزيت ديك 5000 درهم هي اللي عندي قل داكشي اللي صرفت منها،
وعيطت للتليفون البنات اللي كانوا ساكنين معايا، دوك الطالبات، وبقيت كنعاود ليهم اشنو كاين اشنو كاين اشنو كاين، وما اصلا عارفين القصه ديالتي. صافي بقاو كيعطيوني مقترحات، ديري سيري خدمي هنا، سيري كري هو الاول عاد تقلبي على الخدمه، وانا خايفه لا يكونوا لي دوك الفلوس وهما اللي عندي. المهم جمعت الافكار ديالهم وهبطت، مشيت كليت بعدا عمرت الكريشه وسولت داك السيد، قلت له عافاك عايا شي اوتيل يكون غير رخيص ما يكفوش 70 درهم ولا 100 درهم. صافي وقال لي راهم نيت في المحطه. مشيت للمحطه ودخلت لواحد لوطيل، حطيت فيه الساكي وداك الشيء وعطيته لاكارت وداك التخربيق ديالي وخرجت. كندور ما خليت شي بلاصه كنقلب على الخدمه. وسبحان الله العظيم ربي ما سهلش عليا في الخدمه، ولكن سهل عليا في شي حاجه اخرى. دخلت لواحد البلاصه، واحد القنت فيه دوك صحاب التواب والتقاشط والقفاط من السفيفه وداك الشيء، وبقيت ولقيت عنده الناس كيشريو، وبقيت كنقول ليه خويا عافاك، وبقيت شاده حتى انا النوبه. هو يقول لي اشنو بغيتي اختي؟ قلت لي عافاك اخويا ما كايناش شي خدمه عندكم هنايا غير اللي كان شي حاجه نديباني فيها. قال لي واش انت من نيتك اختي؟ الصباح انت كتغوتي خويا واش انا عندي الكليان عباد الله، عندي الناس باغا تفصل، الناس باغا تشري، وانت كتعيطي في الاخر باغا خدمه. سيري الله يعفو علينا وعليك، سيري الله يعاونك، ما عندي لا خدمه لا والو. وانا بقى فيها الحال ومعصبه وانا ندور فيه، الله ينعل الطيط، الله يدير لك الحماره دير، وانا غير قلت لك مالكم دايرين هكا. وبقيت كنغوت وبقاو دوك الناس كيفكوا. ناض الصداع بيني وبين مول المحل، وكاين تما شي عيالات. صافي وجلسوني على داك الكرسي وعطاوني الماء، وبقيت كنبكي تجمع عليا ديك الحقره مع الاعصاب. بنادم ما كيكونش عارف كاع اش دايز عليك وكيجرحك بشي كلمه. صافي دوك العيالات بين فيهم بنات الخير وبنات الباديه، يعني شي عائله لاباس عليها وداكشي. قالت لي مالكي كذا، قلت لها انايا وكذا وغير جايه وهاربه من الدار وما عنديش فين نسكن، ودابا راه كاريه لوطيل، وإلا ما لقيتش فين نمشي ما عنديش. صافي غيكملوا لي الفلوس غادي نمشي ما عنديش فين نرجع كاع. امي اللي هي امي ما كتحنش فيا، وبقيت كندوي. ودوك العيالات بقيت فيهم البنات الصغارات، فيهم العيالات الكبارات كبر من امي، وفيهم البراهج الصغار. قالت لي اجي زيدي معنا للطوموبيل زيدي، وداوني للطوموبيل ديالتهم فيها واحد الراجل كيتسناهم، طوموبيل كبيره. صافي جالسه تما وبقاو كيدويو معايا وكنعاود لهم هادشي كامل عاوتاني اللي عاودت لكم. شي كيبكي شي بقيت فيه، وقالت لي والله حتى تمشي معنا. قالت لي شوفي راه غير لاكارت ناسيونال ديالك وزيدي معنا العروبيه. قلت لها لا ما بغيتش نتقل عليكم، وراه هادشي ديال عباد الله نكون عند الناس طلع ليا فراسي، وراه كنت عند واحد الناس ما كيخليوش نخرج وما بقيتش باغا نخدم في الديور. قالت لك زيدي معنا، زيدي ندوزو دابا لوطيل اللي نتيا فيه، نهزو الحوايج ديالك ولا كارت وداك الشيء وزيدي معانا. مشيت للوطيل، هزيت داك الحويجات ديالي اللي كنلبس ودوك الفلوس خليتهم مخبيين، وجيت هبطت عندهم. صافي هزوني في ديك الطوموبيل كبيره، الطوموبيل اللي كتهز 8 ديال البلايص، وهذاك الراجل الصايق وداك الراجل المسكين تا هو حنين، وبقاو غاديين معايا. قالوا لي حنا راه كان عندنا العرس وكنوجدو، زيدي بعدا دوزي معنا العرس وفوجي وجلسي مع راسك وارتاحي. وديك الساعه حن مولانا ومشيت فعلا. كل مره كنقول لهم فوقاش غنخدم، ديوني في حالي رجعوني لعند امي وكذا. وديك المره الكبيره شدت لي ديك 5000 درهم عندها، قالت لي يا ريان نخبيها لك حيت راه غتفوتيها وتضيعيها. صافي دارهم كبيره واخا الباديه، ولكن الدار مدير ليها الفايونس والزليج، وعندهم الحمام البلدي والحمام العصري، كبيره الدار، وعندهم الليمون الشجار، ناس لاباسون عليهم وميسورين بزاف قلبا وقالبا. ما عرفتش كنقول لكم، ناس عندهم الخير في قلبهم. بقيت معاهم دغيا ولفتهم، حيت كثارهم الجد العمه الخاله، وبقيت انا معاوناهم في التسياق والتوجات ديال العرس، وكراو لي حتى انايا اللبسه، وتقاديت ودوزت داك العرس انا بحال وحده من موالين الدار. من تما بداو مهلين فيا يشريو لي الحوايج، فوق ما بغاو يمشيو للمدينه كيديهم داك الراجل وكيهزني معاهم ونمشيو، اللي شراوها يشريوها ليا
بيجامه هي الاخر اللي شراوها ليا صافي. وانا كنت حتى انايا من داك البنات اللي كيطيروا نسيق ونجمع ونطيب ونقاد وصافي، غير كيطلع لي الدم كندخل مع وسط الشجار وندور. داروا فيا واحد الخير كبير بزاف، بل اكثر من ذلك عندهم في وسط داك الشجر الليمون فين غادي نعرف الحب الحقيقي. عاوتاني واخا كان كيسحب ليا اول حب في حياتي هو الحب الحقيقي ولا تاني حب، ولكن انا ما عرفت الحب الحقيقي حتى لعند هذوك الناس. وتعرفت على واحد السيد من عائلتهم، حيت هما عائله كبيره، وبقى ديما كيتلاقى معايا في وسط الشجر وكيعاود ليا وكيقول ليا كلام في الحب كيقولوا. وبغيته وحبيته بزاف، خصوصا انه كان راجل وكان خدام. سبحان الله العظيم، دوك الدراري اللي كيكبروا في الباديه كيكونوا في شكل على الدراري في المدينه. انا ما كنعممش، غير هو غالبا كيكونوا رجال، كتلقاه باقي صغير وخدام وداير دارو وكل شيء صافي. ومن بعد قال لي غنخطبك، وقالها لديك عمتو، وجبدوا معايا الموضوع. وفعلا مشاو للدار ديال امي، خطبوني منها وداروا لي العرس وتزوجت. وبقيت معاهم هنا في الباديه كوحده منهم صافي. وليت معاهم، ما عمرني عرفت داك السم ديال اللوسه ولا العكوزه ولا طابت ولا تحرقت ولاد الخير. ما كتلقايش معاهم المشكل صافي. وعاودت ليه الراجل المشكل ديال 5000 درهم، ومشينا انا وياه وديناها لداك النوطير وعطيتها ليه وما حاملنيش بحال ما عرفت شنو درت ليه. ومرت الايام ومرت الشهور وولدت 3 ديال الوليدات، 3 ديال الوليدات، 2 دراري وبنيته. القصه ديالي دازوا عليها سنين، واليوم انا عمري راه في الثلاثينات ومازال عايشه معاهم وبخير. ما عمرني تشكيت من شي حاجه. وراجلي الله يعمرها دار كيدير ليا بحال الماء القليل، غير اش بغيت واش ما بغيتش، ويديني ويفصل ليا ويشري ليا الذهب وتهلا فيا. وكاع داك الحنان اللي ما عمري لقيته في امي ولا في با ولا في حياتي كلها لقيته في هاد الناس. الجد يحن عليك، الخاله تحن، العمه تحن عليك، العم، عمتي، كلشي. انا وليت كنقول لهم عمتي ولد عمتي، وليت انا معتبره راسي منهم اصلا. وليداتي فرحانين ما خصهم حتى شي خير. هذه هي القصه ديالتي، الجروح ديالي براو. وشكرا لكم على الاستماع.